التفاصيل الكاملة لانفصال أحمد السقا ومراته مها الصغير، وهي قالت: وأصبر حتى يحكم الله، وهو مش عايز حد يكلمه في الموضوع ده تاني. طب ايه اللي حصل ما بينهم وصلهم لكده؟ خصوصا انهم بقالهم 26 سنة متجوزين وبيحبوا بعض. تفتكروا ممكن يكون حد وقع ما بينهم؟ تعال اقولك ايه اللي حصل ما بين احمد السقا ومها الصغير. الناس كلها اتفاجئت بخبر انفصال احمد السقا ومراته مها الصغير بعد ما كانوا متجوزين 26 سنة، ومحدش كان بيسمع عنهم الا كل حب، وكانوا دايما لما يطلعوا يتكلموا يمدحوا في بعض، لكن فجأة انفصلوا. وكمان الانفصال كان من 6 شهور وما كانوش راضيين يقولوا لحد، وفي ناس بررت انهم كانوا مستنيين مشاكلهم تتحل، لكن من الواضح انها كانت مشاكل كبيرة ما اتحلتش. ونزل الفنان احمد السقا بوست على صفحته الخاصة على الفيسبوك، كتب فيها: لكل من يتساءل، انا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق رسميا من شهرين تقريبا، وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر. أحمد وضح إنه كان متفاجئ بقرار مراته زيه زي الناس، وما كانش عارف هي ليه طلبت الانفصال، وكمل كلامه: لا أريد الحديث كثيرا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قراراتها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، وأدعي الله إنه يوفقها في حياتها ومستقبلها واختياراتها. وكان رد الإعلامية مها الصغير بأسطوري على صفحتها الخاصة على الانستجرام عبارة عن آية من سورة يونس، وهي: وأصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وواضح إن الموضوع فيه مشكلة كبيرة، ومن الممكن إن في حد يكون سبب في الانفصال اللي حصل ده. الفنان أحمد السقا اتجوز من الإعلامية مها الصغير سنة 99 بعد قصة حب استمرت كتير، وبعد ما اتجوزوا خلفوا 3 أبناء، وكان خلال 26 سنة بينزل عنهم إشاعات إنهم انفصلوا، لكن كانوا دايما ما بيردوش على الإشاعات دي، غير إنهم بيظهروا هم مع بعض وبيحبوا بعض. أحمد السقا اتعرف على مها بالصدفة في منطقة الهرم وهو بيمارس هوايته المفضلة، وهي ركوب الخيل. لحسن حظه هي كمان كانت دي رياضتها المفضلة، عشان كده الاتنين اتقابلوا هناك. أحمد السقا هو فنان مصري اتولد في القاهرة سنة 68، ووالده هو المخرج المسرحي صلاح السقا، وهو اللي شجعه على دخول معهد الفنون المسرحية. قول لنا بقى، تفتكر الفنان أحمد السقا ومها الصغير ممكن يرجعوا لبعض؟